قافلها ولا ايه؟ عايزين محدش يقول لي الحسين. عايزين مكان جديد. اصل الحسين بقى كل ما تخش الحاج يقول لك اصل الحاج مش موجود، الحاج مش موجود، الحاج لا كان زمان حسين ايوه بس ايام برضه القديم بتاعنا او بيقولوا لنا ان يعني احنا بنروح مقاطعين على بتاع المناديل اللي تحت ما بيقدرش يشتغلوا. لا بس المره المناديل الواحد كان بيشتغل كمان لازم نغطي اماكن جديده لانه شكل القافل خلاص اتحفظ يعني. كان شويه مناديل استمرت وتعرف وتعرف الناس خلاص الناس اوريدي عارفه فعارفه الشكل ده مش هتعمله، انما خلينا نشوف الناس بطرق جديد. الناس بدأت تحس بالملل، الناس بدأت تتعب، بدأوا يحسوا إن مفيش حاجة جديدة بنعملها. في الآخر قعدنا نتفق إن إحنا نعمل حاجة جديدة. فرحة لفرحة نكبرها انتشال فرحة بمنكاس فرحة صغيرة دي بالدنيا فكها بالضحكة ببلاش. المسابقة دي كان عندنا تحدي تاني غير التحدي بتاع التارجت اللي كان معمول لنا في المسابقة. احنا كان التحدي كلنا ان احنا عايزين فعلا نبقى دعاية يتدال على الخير كفاعله فعلا زي ما اتعلمنا وزي ما اتعودنا. احنا كنا دايما دعاية بنشوفها ان احنا هننزل قوافل نقول للناس احنا رسالة ونجيب استمارات، مفيش حاجة جديدة بتحصل الناس حصل لها ملل. احنا بقى كان فكرتنا وتارجتنا ان احنا فعلا نبقى دعايه فعلا للرساله. احنا قررنا ان احنا هيبقى التارجت بتاعنا المسابقه دي متطوعين، احنا لازم نجيب اكبر عدد من المتطوعين والحمد لله نجحنا ان احنا جبنا عدد كبير من المتطوعين. احنا لحد دلوقتي عندنا فوق ال 250 متطوع، وده كان عن طريق ان احنا عملنا حاجه جديده في رساله في نشاط الدعايه زي المهرجان الفرحه 1 و2 وزي سلسلتين اطول سلسلتين عملوا جمعيه رساله، وعملنا كمان حمله خليك ايجابي دي كانت باشتراك مع جمعيه مصر المحروسه، ودي عملناها في اكتر من جامعه واكتر من ميدان، وكان اخر حاجه بين البشر امسح دموع طفل موجوع وحاسس بالخطر. حلمي انا في عيون الناس لكنه ده وسط الاحداث. لكن احنا المسابقه دي كان قدامنا صعوبات كتير، اولها ان احنا غيرنا الموظف بتاعنا، تاني حاجه ان احنا غيرنا شكل الدعايه ودي كانت حد ذاتها مخاطره واحنا كنا قدها الحمد لله. واحنا ان شاء الله بعد الفيديو ده عاملين حاجه اسمها دستور الخير ودي ان شاء الله حمله جديده. طبعا مش عايز انسى الشكر لاحمد عماد لان انا جاي اصلا في اخر شهر في التارجت. احمد عماد عمل شغل جبار قوي مع اللجنه دي واللجنه كانت شغاله معايا بحماس عالي جدا. ما شاء الله انجازوا انجاز كبير جدا. ان شاء الله ربنا يقدرني واكون معاهم في التارجت الجايه على قد المسؤوليه ان شاء الله، يعني نعمل احلى شغل ونكسر الدنيا.